نوطي النار بقى عليها ونسيبها تبقبق براحتها. يا نهار ابيض على الريحه، سامعين الصوت ده؟ دي سيمفونيه الدفا في الشتاء. بقبقت الفراخ سايحه نايحه غرقانه في الصوص. شايفين المكرونه؟ بسم الله ما شاء الله، الريحه تحفه وتجنن. حله واحده طبق واحد، يعني طعم عالمي ومفيش وقفه في الحوض. يلا بينا. صل على محمد. صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع رشيد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وعلى اخواتنا في ارض العزه في سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا لوالدي وجميع موتى المسلمين بالرحمه والمغفره. النهارده قررت اعمل جريمه متكامله الاركان، المبكبكه الليبيه، بس بالتاتش المصري بتاعنا وبالفراخ علشان ننجز. اكتر حاجه بتخنقنا كلنا بعد الطبخ هي ايه؟ المواعين. كل دي مواعين، كل دي مواعين. عشان كده هنحط كله على بعضه في حله واحده وهنطلع عظمه. ركز معايا في التفاصيل وخليك معايا للاخر علشان كل تفصيله ولمسه بسيطه في الفيديو بتفرق في الطعم. ونبدا على بركه الله. نجيب الطاسه او الحله اللي هنعمل فيها وننزل فيها بالزبده او السمنه او الزيت زي ما انتم تحبوا. انا هحط زبده ومعاها برده شويه زيت تدي طعم. وبعد ما السمنه او الزيت تقدح كده زي ما انتم شايفين، يعني تسخن شويه، ننزل بقى بالفراخ. زي ما انتم شايفين انا هستخدم ورك، وكان عندي حته كتف قديمه مستويه نستخدمها هي كمان. هننزل بقى بالكتف كده بسم الله. سامعين الصوت؟ اهم حاجه نسمع الصوت ده، تاخد الصدمه وتاخد لون. ونغطيها ونسيبها دقيقتين كده على ما تاخد لون، وبعدين نقلبها على الوش التاني ياخد لون هو كمان. وعلى ما الفراخ تاخد لون هنجيب بصلايه ونقطعها حتت صغيره بسم الله. مش لازم حتت صغيره قوي، يعني ما بحبش البصل يكون متقطع حتت صغيره خالص. بسم الله. طبعا يفضل بصل ابيض، بس لو ما فيش بصل ابيض البصل الاحمر شغال عادي برده، مش هيقول لا. بعد ما عدى حوالي دقيقتين كده نقلب الفراخ على الوش التاني ياخد لون هو كمان بسم الله. شايفين يا دوب الفراخ كده خدت لون ذهبي، نقلبها بقى على الوش التاني ياخد لون هو كمان ونغطي عليها. والمفروض كمان هنقشر فصين توم، لكن انا ما عنديش توم فهنستخدم بدالها بودره التوم. ودي التوابل اللي هنستخدمها بقى. عندنا ملح ورشه سكر وكزبره ناشفه مطحونه وكمون مطحون وفلفل اسمر وبابريكا وبودره توم وشويه شطه وورقتين لورا وقطعه من عود قرفه وحبيتين من الحبهان وليمونه من الليمون الاسمر. يعني انا فتحتها عشان تدي طعم شويه، بس انتوا براحتكم، يعني حابين تحطوها كامله حابين تحطوها مقطوعه اللي انتوا تحبوه. فكده الفراخ خدت اللون بتاعها، هنفتح كده نقول بسم الله. ننزل بقى عليها اول حاجه بالبصل بسم الله، وبعدين ننزل بالتوابل بقى بتاعتنا. نقول بسم الله كده، نخلطهم كده الاول كلهم مع بعض تمام. وبعدين بقى ننزل بيهم بقى كده على الفراخ، وبعدين نقلبهم على الوش التاني. انا ما اعرفش الطاسه عماله تلف ليه، ما علينا. شايفين برضو الوش التاني خد لون كده، وهذا هو المطلوب. نحط عليها بقى بقيه التوابل من فوق. ولو حسيت ان التوابل كتير لسه هنحط مكرونه، هي مش كتير ولا حاجه، يا رب ما تكونش كتير والاكل باظت. نديها بقى تقليبه كده. شايفين الجمال؟ نقفل بقى عليها ونسيب بقى الفراخ تاخد وتدي كده مع التوابل ويمتزجوا مع بعض. بوتاجاز سخن. وعلى ما الفراخ بقى تاخد وتدي كده مع التوابل نجهز بقى الطماطم بتاعتنا. طبعا المكرونه بتحب الطماطم فقطع الطماطم زي ما انت بتحب، بس انا يعني ايه راحت عليا نومه والسوق كان خلص ونسيت اجيب طماطم، فهنستخدم 3 طماطمات. المفروض ده فلفل حراق شطه، لكن لما لقيته مش حراق حطيت شطه، وده قرن فلفل احمر عادي. الريحه بدات تطلع من هنا جميله. دي تقليبه كده الاول. شايفين الجمال؟ الفراخ بقى بدات تاخد وتدي كده مع التوابل، والريحه بقى بدات تطلع تحفه تحفه. نبشر الطماطم بتاعتنا بسرعه بسم الله. طبعا لو عندك خلاط اعملها في الخلاط، بس انا ما عنديش خلاط فبشرها بسرعه كده بسم الله. وسؤال حلقه النهارده، ما هي اول غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه الصلاه والسلام. اللي يعرف الاجابه يكتب تحت في الكومنتات. بعد ما تبشر الطماطم خد بالك وننزل الطماطم بحالها، حاول تنزل على قد ما تقدر كده عشان ما نهدرش النعمه. ونمسك القش كده نقطعه ونحطه كده في الطماطم. وبعد ما بشرنا الطماطم المفروض تكون اكتر من كده، بس زي ما قلت عندي نص كيس صلصه ان شاء الله يقوم بالواجب يعني. فكده كده كنا هنحط صلصه عشان الصلصه بتدي لون، فان شاء الله باذن الله يعني الامور تحت السيطره، الامور تحت السيطره. نبص بقى على الفراخ نقول بسم الله كده، والريحه خطيره بسم الله. شايفين الجمال والجمدان؟ نسيبها بقى الفراخ مع التوابل يستوي شويه، وبعد ما الفراخ والتوابل يتعرفوا على بعض كويس هنقول بسم الله كده. صلصه الطماطم بتاعتنا نحطها هنا كده، نفضي كله ما نسيبش حاجه في الطبق. ونجيب بقى كيس الصلصه بتاعتنا نقول بسم الله كده ونحطه. ولو لقيت نفسي محتاج يعني تاني عندي كاتشب ممكن احط كاتشب. نديها تقليبه. شايفين الجمال؟ هنسيب بقى الصلصه تتسبك. نسيت احط الفلفل وده كمان. هنسيب بقى الفراخ تستوي كده مع الطماطم وتتسبك كده كويس، ونهدي النار عليها ونسيبها براحتها شويه. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ نديها تقليبه بقى كده، التوابل مع الصلصه مع الفراخ كله كده بيعزف سيمفونيه. نسيبهم بقى لغايه لما تتسبك خالص وكله يشرب من بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين كده ايه، الطماطم خلاص اتسبكت خدت ودت مع الفراخ براحتها. شايفين لون الفراخ بقى عامل ازاي والريحه تحفه. هنعمل ايه بقى؟ هنكون مجهزين المكرونات بتاعتنا بسم الله. قبل ما نحط المكرونه في حاجه مهمه نسيت اعملها، هنشيل الفراخ الاول وبعدين نحط المكرونه.
ندي المكرونه تقليبه كده في الصلصه الاول عشان خاطر المكرونه تاخد وتدي مع الصلصه. هي الخطوه دي مش اجباريه يعني، بس انا بحب اعمل كده. ادي المكرونه الاول كده ايه، تشبك كده الاول في الصلصه لوحدهم، يعني مش كتير، حاجه بسيطه خالص كده. طبعا المكرونه هننزل بيها نيه زي ما انت شفت كده، مش مسلوقه. هي دي فكره المبكبكه. المكرونه هتستوي في الصوص وتشرب منه، وهتنزل النشا بتاعتها، فهتخلي الصوص كريمي يتقل القوام. وطبعا تكون مجهز ميه سخنه، بس انا مش هستخدم ميه سخنه، هنحط شوربه او ميه سخنه. بسم الله، ونقلب. يعني نحط لغايه لما الميه او الشوربه تغطي المكرونه من فوق زي ما انتم شايفين كده. يا دوب الميه او الشوربه تغطي المكرونه من فوق كده، وبعدين ننزل تاني بقى بالفراخ. خدوا بالكم لو هتعملوا كميه في حله كبيره، لما تيجوا تحطوا الفراخ تاني على المكرونه يبقوا شيلوا المكرونه من تحت الفراخ، عشان المكرونه اللي تحت الفراخ ممكن تحوش منها الميه وتنشف تحت في القعر وتطلع مش مستويه حلو. فلما تيجوا تحطوا الفراخ واسحبوا المكرونه من تحتها الاول، وتاكدوا ان الفراخ نازله لغايه تحت خالص، ونغطي عليها. اهم حاجه في المبكبكه ان المكرونه تشرب النكهه صح، مش تبقى مسلوقه كده وخلاص. قلبناها كويس، نوطي النار بقى عليها ونسيبها تبكبك براحتها. نفتح كده نديها تقليبه ونشوفها عامله ايه. بسم الله. يا نهار ابيض على الريحه، شايفين الجمال؟ المفروض المبكبكه يكون باقي فيها صوص كده لما تيجي تصبها. لو حسيت انها محتاجه ميه عادي خالص، ممكن تزودها شويه ميه سخنين. بسم الله. وتديها تقليبه كده كمان. بسم الله، عشان الميه تمشي في المكرونه بحالها. اهم حاجه تكون متاكد ان المكرونه عايمه كلها في قلب الميه، ما يكونش فيه مكرونه فوق الميه. اظن انها محتاجه برضو ايه، شويه ميه كمان، فنحط لها شويه ميه كمان كده. تاكد كده ان الميه غطتها كلها عشان خاطر كل حبايات المكرونه تستوي، ما تكونش في حتت مستويه وحتت لا. ونغطي عليها تاني ونسيبها تكمل سوا. ولو انت لسه مكمل معايا لغايه هنا يبقى لازم تكون عملت لايك للفيديو وكتبت كومنت حلو، اذكر ربنا وصلي على النبي، اقول رايك في الحلقه. ولو انت جديد على القناه ما تنساش تشترك في القناه عشان اللي جاي اقوى ان شاء الله. نسيت اقول لكم نوع المكرونه اللي انا مستخدمها. انا استخدمت المكرونه اللي هي حبيبات صغيره دي، فالمكرونه على وشك الانتهاء والصوت طالع بسم الله ما شاء الله. يا نهار ابيض على الريحه، سامعين الصوت؟ ده مش مجرد صوت صلصه بتغلي، دي سيمفونيه الدفا في الشتاء. نطفي بقى البوتاجاز بتاعنا. شايفين الجمال؟ مبكبكه بالفراخ سايحه وغرقانه في الصوص. نقول بسم الله بقى ونجهز الطبق اللي هنغرف فيه. هو بصراحه انا كنت مجهز الطبق ده، بس حاسس ان هو مش هيكفي المكرونه، فنركنه على جنب. وجبت طبق تاني كبير عندي شويه، مش لطيف قوي بس هو يؤدي الغرض. المهم المكرونه. نقول بسم الله بقى كده ونفضي المكرونه بتاعتنا. زي ما اتفقنا، حله واحده، طبق واحد، مفيش مواعين، مفيش احلى من كده. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله، الريحه تحفه وتجنن. شايفين المكرونه؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل ويفتح النفس ومفلفله كده. المكرونه شاربه من صوص الفراخ صح، والفلفل دايب دوب، وفي نفس الوقت غرقانه صوص، والفراخ شكلها حلو وجميل، بسم الله. سخنه بس تحفه، طعمها حكايه. بسم الله. توابل مظبوطه، الفلفل مديها طعم حلو قوي، والمكرونه شاربه من شوربه الفراخ والصلصه صح. دي مش مجرد اكله، ده حضن دافي في الشتاء، تاكله وتستمتع وتتدفى. بسم الله. نخش بقى على الفراخ. بسم الله ما شاء الله، مستويه حلو من جوه. بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ مش فراخ، زبده. انا خلاص وقعت في الحب. نجيب بقى حته فراخ كده. بسم الله. ومعاها كده شويه مكرونه وفوقها حته فلفل. بسم الله. ما تتوصفش. اهم حاجه المكرونه لازم تعض. لو المكرونه ما بتعضش معاك يبقى كده استوت زياده عن اللزوم. طول ما المكرونه بتعض معاك كده يبقى انت كده في السليم. اتفضلوا معايا. لو جربتوا المكرونه وعملتوها مبكبكه بالفراخ بالشكل ده، انا واثق ان انتوا هتدمنوها ومش هتعملوا مكرونه باي طريقه تانية بعد كده. سهله وسريعه، ما بتستخدمش مواعين كتير، وطعمها تحفه يوديك في حته تانية. الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. اللي هيجرب الوصفه بعد ما يجربها يجي يكتب لي تحت في الكومنتات يقول لي رايه فيها وعجبته ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتحبوا المبكبكه حراقه ولا بارده، وجربتوها قبل كده بالفراخ ولا لا، وبتحبوها باللحمه ولا ما بتحبوهاش باللحمه. اكتبوا لي ايه هي الوصفات اللي عايزين نجربها. اكتبوا لي تحت في الكومنتات او على رسائل الصفحه على الفيسبوك او على الانستجرام او على تيك توك. وان شاء الله باذن الله هعمل سلسله خاصه بوصفات المتابعين، وصفات للمكرونه، وصفات للرز، وصفات للاندومي، وصفات للاكل بشكل عام. شكرا بجد لكل حد وصل للدقيقه دي من الفيديو. اوعوا تكونوا لسه ما عملتوش لايك للفيديو ولا اشتركتوا في القناه. لو عايزين الحلقه الجايه ان شاء الله اعمل لكم بكبكه باللحمه، وصلوا الفيديو ده ل 1000 لايك وان شاء الله باذن الله هعمل لكم بكبكه باللحمه. وهديه النهارده من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه. كنا اخر مره واقفين في المقدمه في ايات بتتكلم عن فضل الذكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي. البقرة 152. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأحزاب الآية 35. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
الأحزاب الآية 41. نقف هنا، فالآيات بتدل على أن ذكر الله عز وجل هو تلبية لأمر الله عز وجل اللي أمرنا بذكره سبحانه وتعالى زي ما سمعنا في الآيات الكريمة. فلما نيجي نذكر ربنا نستحضر إن إحنا بننفذ أمر الله عز وجل وبنفعل طاعة عظيمة ربنا عز وجل أمرنا بيها. ودي كانت هدية النهارده من كتاب صحيح الكلم الطيب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده. وما تنسوش إن أنا عامل جيف أواي بسيط بمناسبة وصلنا 1000 مشترك. هتلاقوا تفاصيل الجيف أواي كلها مكتوبة تحت في الكومنتات. واللي بيحبوا الجيمنج عندي قناة خاصة بالجيمنج، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف أو في الكومنتات تحت. شاركوا هناك بنزل فيديوهات ألعاب جميلة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واشتركوا في صفحات القناة على مواقع السوشيال ميديا. هتلاقوا لينكات صفحات القناة على مواقع السوشيال ميديا موجودة في الصفحة الرئيسية للقناة أو في الوصف أو في الكومنتات تحت. وما تنسوش تجاوبوا سؤال حلقة النهارده. في الختام صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وادعوا إخواتنا في أرض العزة والسر وفي السودان في كل مكان، وادعوا الوادي وجميع موتى المسلمين برحمة والمغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم إن شاء الله حاجة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد.